اول مره اشوف فريق كسبان وفي نفس الوقت بيتحفل عليه، حاجه غريبه. الزمالك بيفوز على المقاولين العرب 6-1، يعني نتيجه كل الاهلاويه يعني فاكرينها وعمرهم ما هينسوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده على قناه اليوتيوب. في البدايه طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر، بتمنى من الكل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت، لو مش متابعني اعمل لي متابعه. عايزين النهارده كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير، عايزين نوصل الحلقه دي ل 601 على وزن 6-1 النهارده. بصراحه مش عارفين يعني جماهير الاهلي تفرح ولا تزعل، بس هي النتيجه تفرح كل اهلاوي. هنتكلم الاول على انجاز منتخب مصر الاولمبي اللي هو بيتأهل إلى نهائي أفريقيا، وكمان بيتأهل بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد باريس بعد الفوز على غينيا 1-0. طبعا ده إنجاز لمنتخب مصر الأولمبي إن شاء الله، يعني حاجة تفرح جمهور أو شعب مصر باللي احنا وصلنا له، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نعمل حاجة في باريس. ومستنيين من اللعيبة الشباب اللي طالع ان شاء الله. الشباب اللي طالع ده مستقبل مصر مع المنتخب الاول في المستقبل ان شاء الله، وبنتمنى لهم التوفيق وبنتمنى لهم الظهور يعني بشكل يليق بالكرة المصرية ويليق بشعب مصر كله. طبعا بنقول لهم الف مبروك. عايز اقول بقى ان اول مرة اشوف فريق كسبان وفي نفس الوقت بيتحفل عليه. الزمالك كسبان المقاولين 6-1 بنتيجة، انا كنت وانا بتفرج على الماتش يعني قلت يا رب تخلص على كده عشان حتى الواحد يعرف يتكلم. انا عايز اتكلم على المباراة دي بالذات عشان يعني انا لاحظت ان بغض النظر بقى عن التحكيم، هو مفيش حاجة في التحكيم قوي غير ان كل حاجة كل حاجة بالنسبة للفاولات، اي حاجة للعيبة الزمالك فاول، يعني اي احتكاك للعيبة الزمالك فاول رسمي. يعني لو حسبت الاخطاء اللي حصلت في المباراة هتلاقي النسبة الاكبر لنادي الزمالك. بس احنا مش هنقدر ننكر ان ضربه الجزاء صحيحه ما فيهاش مشكله، واول مره زيزو يحرز ضربه جزاء، يعني مش هنقول عليها حرام، يعني ضربه جزاء صحيحه. لان هو كل ضربات الجزاء الصحيحه اللي كانت بتتحسب لنادي الزمالك كان زيزو بيضيعها، دي اول ضربه جزاء صحيحه زيزو بيجيبها. خلينا بقى في موضوع الموضوع الماتش واداء نادي المقاولين في المباراه. اداء نادي المقاولين طبعا يعني انا بصراحه يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني انا بشوف اداء الفرق اللي في الدوري، يعني معظم الفرق اللي في الدوري اللي بتلاعب اهلي وزمالك بيلعبوا مع الاهلي بطريقه غير ما بيلعبوا مع الزمالك. يعني انا بشوف كده. يعني ابو السعود حارس المرمى النهارده لما بشوفه في ماتش الاهلي ببقى بحس ان انا بتفرج على اعظم لاعب، اعظم حارس مرمى في العالم. من اللي بنشوفه، من اللي بيحصل من اللعيبه او من حارس المرمى في، ما انا بتكلمش على المقاولين بس، على اي فريق. اي فريق بيواجه الاهلي بيبقى يعني بنجد صعوبه في احراز اهداف او حاجه زي كده. لكن لما بيجي يلعب مع الزمالك بيبقى حاجه تاني، تحس ان اللعيبه فكه مش مركزه. احنا طبعا مش هنتكلم ونقول ان هم سايبين الماتش، لا هو مش كده. بس يعني دايما اشوف الفرق بتلاعب الاهلي بطريقه مميته، تحس ان هم لو يعني كسبوا الاهلي او تعادلوا معاه ان هم خدوا الدوري او خدوا بطوله. لكن لما بيلعبوا الزمالك بحس باحساس تاني، بيبقوا سايبين الدنيا كده وزي ما تيجي كسبوا خسروا تعادلوا. ومش عارف ده احساسي ده صح ولا لا، يعني ويا ريت برضو تقولوا لنا يعني هل ده يعني وجهه النظر دي يعني صح ولا لا. لان دايما بشوف الفرق اللي بتلاعب الاهلي بنواجه صعوبه، بحس ان الفرقه دي يعني مجهزه حالها ومرتبه نظامها انها يعني لازم تعمل حاجه مع الاهلي، سواء تتعادل او تخسر. حتى فيوتشر في الماتش اللي فات، احنا طبعا شفنا فيوتشر مع الزمالك وشفناه مع الاهلي. فيوتشر مع الزمالك غلطتين في الدفاع بجونين للزمالك، وطبعا الماتش ده خلص 2-1 للزمالك بسبب اخطاء دفاعيه. لكن الحاجات دي ما بنشوفهاش في مباراه الاهلي. شفنا فيوتشر في مباراه الاهلي كله كان مموت نفسه. ف فمش عارف بصراحه يعني ده اللي بحسه دايما من الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي في الدوري.
ونفس الفرق بتلعب الزمالك، بس بحس ان هم بيبقوا متعرفش بقى مستسهلين الماتش او حاسين ان هم هيكسبوا الزمالك، الله اعلم. عندنا تصريح من عمرو الدرديري نزل وقت المباراه، والراجل يا عيني كان خايف يعني، والحمد لله ان النتيجه خلصت على كده. عمرو الدرديري طالع بتصريح بيقول لك لا 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 6-1 لا والنبي. ده دليل على ان الراجل ده عارف ان الزمالك كسبان، بس في نفس الوقت هيتحفل عليك. يعني الزمالك كسبان 6-1 بس في نفس الوقت هيتحفل عليك برضه، لان جماهير الزمالك ما تطلع تتكلم على فوزهم، النتيجه دي هتفكرهم بالمصيبه الاكبر، بان ان الاهلي غلبهم قبل كده 6-1. طبعا فاكرين الماتش ده، كلنا فاكرين الماتش ده، والنتيجه دي بتزعلهم لما بيفتكروها. يعني شحال بقى لما يجيبوا هم يكسبوا في مباراه 6-1. يعني سبحان الله، يعني حتى في الماتش اللي هم هيكسبوا فيه لازم يتحفل عليهم او يتنكد عليهم، سبحان الله يعني. خلصنا بقى من ماتش المقاولين والزمالك و6-1 وعمرو الدرديري والناس دي كلها، خلصنا من الحواديت دي كلها. في تصريح لمرتضى منصور بيقول، بيعلن رسميا، يعني خلي بالك من التصريح، مرتضى منصور يعلن رسميا عدم استكمال الدوري في حالة صدور قرار إيقاف دونجا. والموضوع ده ليه كذا حاجة هنتكلم فيها. أول حاجة صفة مرتضى منصور، هو صفة مرتضى منصور إيه في نادي الزمالك عشان يعلن رسميا بأن هو مش هيكمل الدوري لو العقوبة صدرت على دونجا؟ صفته إيه؟ ده المفروض ان منصبه الموجود اللي احنا نعرفه ان هو رئيس لجنة الاشتراكات، يعني هو ملوش علاقة بلعيبة بفريق الكورة، ملوش علاقة بالإدارة، ملوش علاقة بالصفقات، ملوش علاقة بأي حاجة تخص نادي الزمالك غير موضوع لجنة الاشتراكات. لكن هو بصفته ايه ان هو يصرح تصريحات زي دي كمان. وكمان في تصريح طلع ليه عشان على موضوع خالد الغندور، ان هو يعني بيتهم خالد الغندور ان هو بيسرب اخبار النادي او صفقات النادي على صفحته الشخصيه. هي كل الحكايه الراجل ده بيتكلم بصفته ايه؟ انا عايز اعرف لو في اي حد يعرف الراجل ده بيتكلم بصفته ايه، ولا هي عافيه وخلاص، ولو الراجل ده بيتكلم عافيه وخلاص، ولا قرار عزله ده على الورق بس. احنا عايزين نعرف برضو الراجل ده بيتكلم بصفه ايه اساسا. فيا ريت نعرف او حد يرد علينا يقول لنا الراجل ده بيتكلم بصفته ايه. تمام. عندنا كمان خبر عن الفيفا النهارده بيوافق على اعتماد التسلل بحال تجاوز اللاعب الخط بجسده كاملا. سيتم تطبيق القانون ده في بعض الدوريات، يعني مش هيجربوه عموما كده في كل الدوريات مره واحده، لا هم هيجربوه في كذا دوري الاول، ولو نجح هيفعلوه في كل الدوريات في اوروبا ومصر وكل الدوريات. وانا بصراحه موضوع التسلل ده بالذات، لان كذا مره يعني اجوان بتتلغي بسبب ايد او رجل او حاجه غريبه، يعني بيبقى الناس تعبانه في الهدف او ناس، يعني انا شايف ان القرار ده لو مشي ونجح هتبقى حاجه كويسه. يعني لازم التسلل يبقى بكامل جسد اللاعب، عشان ما قدر مثلا كتفه ولا رجله الجون يتلغي بسبب حاجه زي دي. فالاحسن ان الموضوع ده يتطبق في الدوريات كلها، مش في اماكن يعني. وكمان عندنا خبر النهارده اتحاد الكوره او لجنه الحكام بتعين احمد الغندور حكما لمباراه الاهلي والاسماعيلي، وبيعاونوا حسام عزب على تقنيه الفيديو. انا برضو عايز اتكلم في موضوع الحكام ده. انا بحس دايما ان الزمالك ليها حكام معينه وان الاهلي ليه حكام معينه. يعني قليل قوي لما بشوف مثلا، يعني عندك النهارده كان محمد معروف حكم لمباراه الزمالك والمقاولين. دايما بيبقى اغلبيه يعني محمد معروف وفي كذا حكم، يعني تحس ان هم يعني مخصصين للزمالك، وفي حكام كده مخصصه للاهلي. بس الحكام اللي هي بتتخصص للنادي الاهلي دي دايما يعني ما بنشوفهاش بنفس التقييمات اللي بتعملها في ماتش الاهلي زي ما بيحصل في ماتش الزمالك. بنشوف دايما حاجات
يعني بتحصل، او اخطاء تحكيميه بنشوفها في ماتشات الزمالك ما بنشوفهاش في ماتشات الاهلي. فتحس كده ان في حكام معينه للاهلي وحكام معينه للزمالك، زي محمد عادل وفي كذا واحد، بس انا يعني اساميهم مش حاضره في دماغي. بس هما لو انتوا لاحظتوا من اول الموسم ان الحكام في ناس معينه بتيجي في مباريات الاهلي، وفي حكام معينه بتيجي في مباراه الزمالك. وده يعني ده كان اخر موضوع معانا، وكان ابرز موضوع هو موضوع 6-1 النهارده، ان الزمالك يكسب 6-1. وبصراحه يعني انا مش عايز اقول ان الزمالك كسب وكل حاجه ولعب وجاب اجوان وتمام ومفيش اي مشكله، بس مش كسب عشان هو يعني مش هو يعني جاب اخره في الاداء، او هو بيلعب. لا، المقاولين النهارده ما كانش موجود. المقاولين النهارده ما كانش موجود. الزمالك كان بيلاعب نفسه. الزمالك كان بيلاعب نفسه. فيا ريت يعني النتيجه دي ما يعني ما تغرهمش، لان بعد والماتش شغال صفحات الزمالك عماله تتكلم وتقول احنا خلاص هنلاعب الاهلي. يعني شوف، يعني تحس ان هم قلبهم جامد، يعني قلبهم جامد وعايزين يلعبوا الاهلي خلاص. لا، ما تفكرش نفسك ان الاهلي زي المقاولين. ويا ريت النتيجه دي يا ريت النتيجه دي تخدعكم، لان انتوا لما بتطمنوا بتاخدوا على عينيكم. مش هقول اكتر من كده. فيعني عايز اقول في الاخر ان مش نتيجه 6-1 هي اللي بتقول ان الزمالك يعني في توب مستواه. لا، ده المقاولين هو اللي ما كانش موجود. المقاولين كان وحش النهارده، كل اللعيبه، حارس المرمى والدفاع وكل اللعيبه. فيعني فوز مخادع، مش هقول اكتر من كده. طبعا بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.